السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منوعات ايمي. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى جاية معاكم كده بفيديو أكلة كده مصرية أصيلة. هقولك بقى على السر يخلي الشوربة تبقى لونها حلوة قوي كده، وتبقى الفرخة معايا كأنها مشوية كده بالظبط، وهناخد منها برضو أحلى شوربة. هنعمل بيها الملوخية وهنعمل بيها لسان العصفور. شايفة كده الفرخة معايا كأنها مشوية في الفرن. فضلا وليس امرا، لو لسه مشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولايك حلو كده. يلا بقى نسمي بالله ونشوف كده هنعمل ايه الخطوات اللي معايا بقى هنا كده الفرخه بتاعتي منضفاها كويس جدا، ونقعها في المحلول عباره عن ميه وخل، شويه خل صغيره، ونص معلقه ملح ونص سكر وعصره ليمونه. تمام. وبعد كده صفيتها كويس جدا من الميه، وهعمل لها بقى كده التتبيله بتاعتها عباره عن بصلايه صغيره مبشوره، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه ملح، ونص معلقه من السبع بهارات. وادعكهم بقى كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى الفرخه بتاعتي واتبلها كده كلها من بره كده ومن تحت الجلد ومن جوه. هتبلها كويس جدا واسيبها بقى في التتبيله كده شويه. يعني التتبيله بسيطه جدا، هي عباره عن شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه سبع بهارات والبصلايه الصغيره، وهسيبها بقى كده تقعد في التتبيله شويه. وهعمل بقى كده التتبيله التانية بتاعتها. تمام. بس يعني ادعكها كده كويس بالتتبيله عشان تشرب بس منها كده كلها. وهقفلها، هكتفها كده عشان خاطر ما تفلفصش مني. تمام بالظبط كده. وبعد كده بقى هعمل لها التتبيله التانية عباره عن بصلايه وطماطمايه برضو مبشورين ناعم. ابشرهم بقى كده، وابشر برضو الطماطمايه معايا. تمام كده. وبعد كده بقى هبتدي برضو ابهر الطماطمايه والبصلايه دي بشويه برضو من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه من البابريكا والسبع بهارات. يعني هي المقادير بتاعتنا برضو بسيطه. الخلطه دي بقى هحطها معايا في الشوربه، هقلبها كده كويس مع بعض. وبعد كده بقى هجيب الحله معايا اللي انا هسلق فيها، هنزل فيها الفرخه بتاعتي. وبعد كده هتبلها برضو كويس كده بالتتبيله التانية، وانزل ببقيه الخلطه وارفعها على النار. كده تمام. رفعتها على النار، انزل بقى كده بالميه السخنه المغليه معايا. وبعد كده هنزل بقى عليها بحبهان، بفتح الحبهان وبعد كده بحطه، وبعد كده بالورق اللوري. تمام كده. وبعد كده معايا عود قرفه هحطه، واحط قطعه من الماجي، واسيبها بقى ايه تغلي كده الشوربه.
هنا بقى وربت كده الغطا بتاع الحلة لغاية لما الفرخة تتسلق معايا. هخرط بقى هنا كده الملوخية. كده بقى الفرخة خلاص اتسلقت معايا، شلتها عشان حطيتها في مصفى الصفة. وادي الشوربة معايا، بصي شكل الشوربة حلو جدا ازاي. وادي الفرخة اهي معايا تمام. واديني كده خلاص خرطت بقى الملوخية. هبتدي بقى هنا اجيب الطاسة او الصينية اللي هتحمري فيها. هحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقة كده كبيرة من الزبدة، وهحط فيها الفرخة واحط بقى عليها من فوق معلقة من الصلصة تمام كده. وابتدي بقى ايه احمر فيها. خلاص كده وطشيت بقى الملوخية وكله تمام. بجد الأكلة سهلة جدا وبسيطة ومش متعبة جدا، وأكلة مصرية أصيلة وكلنا بنحبها. وبص الفراخ معايا كأنها بجد مشوية. لو عجبك بقى الفيديو متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة عشان يوصلك بقى مني كل جديد. كان معاكم منوعات إيمي، أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.